ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه حلوه خالص، تنفع عشاء او فطار، والكبير والصغير بيحبها. هنعمل البليله زي ما انتوا شايفينها، حلوه خالص. بليله بسكر او بليله بلبن، اللي عايز ياكل دي او دي ياكلها، طعمها حلو خالص وحلوه. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا هنا جمح. الجمح ده بتشتريه من العطار او بتشتريه من الفلاحين من اي حتة. الجمح ده بيتعمل بيه الدقيق عن الطحين، بنعمل بيه البليلة. عندنا هنا جدرة او فحلة، اللي عندك اعمليه. الجمح ده لازم نبله على الاقل خالص 3 4 ساعات قبل ما نعمله، يعني تنجيه حلو بالليه 3 4 ساعات، ماشي، عشان يستوي بسرعة وما ياخدش وقت. هنحط القمح بتاع البليلة في الجدرة بتاعة الفول او في حلة، وبعد كده هنزود عليه مية مغلية من الكتل. هننزل بكمية مية حلوة. ما تنسيش تشتركوا في القناة وفعل الجرس ودوسوا لايك عشان القناة تكبر بيكم حبايبي. هننزل بكمية المية كلها، وهنعلي النار على الاخر لغاية ما المية بتاعت البليلة تغلي. اول ما مية البليلة تغلي هنقلبها حلو كده. بصوا، المية خلاص غلت. هنغطيها ونوطي عليها النار لغاية ما تستوي. وكل ما تعوز شوية مية، كل ما ده كده بندخل نقلبها، لو عايزة مية او حاجة زودي لها كوباية مية. هنوطي عليها النار زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تستوي معانا. اول ما تستوي معانا، بصوا استوت وبقت حلوة ازاي. وكل ما اتفقنا تعوز مية تعرفيها ازاي اللي هي استوت. اول ما تراجي الحباية كده اتقسمت نصين، يعني نفشت، بقي اللون الابيض بتاعها باين. ماشي يا حبايبي، هوريها لكم كده من قريب. شايفين الحباية كده اتقسمت نصين؟ شايفينها كده؟ او تدوجيها اول ما ترجعي طرية كده تحت اسنانك وبستوت. عندنا هنا معلقة كبيرة من النشا على نص كوباية مية. هنقلبهم حلو خالص عشان البليلة بتاعت المية بتاعتها وبتجيلة وحلوة، عشان بس هي خفيفة. هنقلبها حلو خالص لغاية ما النشا يفك. واول ما البليلة تستوي هنحط عليها شوية النشا دول. أكلة سهلة، تنفع فطار، تنفع عشاء كده بسيط. الكبير والصغير بياكلوها. شايفين أول ما حطينا النشا بتاعنا المية بتاعتها تجلت ازاي وبقت حلوة. وتنفع كمان المية بتاعتها تتاكل للبيبيهات الصغيرة اللي لسه عمرهم 6 شهور كده، اللي لسه ما كلش. هنا قدمنا الاكل، البليله بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. عايزه تاكليها كده تاكليها، بس في ناس بتحبها بلبن وفي ناس بتاكلها بسكر. احنا هنعمل طبق بلبن وطبق بسكر. بعد ما تحط البليله تحط عليها شويه لبن كده، وممكن كمان تحط عليها معلقه سمن بلدي، بس الصراحه بتجيلها. وهتحط السكر حسب الرغبة طبعا، اللي بيحب سكر كتير او بيحب سكر قليل. ماشي يا حبايبي، هنقلبهم كده حلو. هنقلب البليلة بتاعتنا، شايفين حلاوتها وطعمها، اي حد بيحبها. هنقلبها حلو كده. كده اكلنا خلاص خلص. ينفع فطار خفيف كده على الصبح بعد ما تعمل الغدا بتاعك. قاعده بالليل جعانه ومفيش حاجه، تقومي كده تحطي لك طبق وتاكليه بألف هنا وشفا. يلا قومي اعمليهم، حاجات بسيطه خالص. ما تنسيش تشتركي في القناه وفعل الجرس. باي.